كنت معروف في الحومة ديالي على أنني شخص بسيط، حتى أن البعض كانوا كيظنوني غبي. ما كنتش بحال الناس اللي كيفتخروا بشهاداتهم أو نجاحاتهم. بالعكس، كنت دائما كنظهر للمجتمع بأنني ما عنديش شي حاجة مميزة. كنت كنمشي مع الناس بطريقة عادية، داير جو ديال البساطة. ما كنتش نحب نظهر بشكل مختلف على الآخرين. كنت دايما كنسكت في المواقف اللي فيها نقاشات صعبة، وكانوا كيعتبروني شخص ما عندوش رأي. لكن في الحقيقة كانت شيء آخر تماما. أنا كنت كنعرف كيفاش نقرأ الناس من غير ما يحسوا. كنت قادر نعرف شنو كيحسوا من خلال الطريقة ديال الكلام ديالهم وحتى حركاتهم. هاد القدرة ديالي على القراءة الشخصيات كانت حاجة كبيرة، وكبرات معايا مع مرور الوقت. ولكن الناس ما كانتش كتشوف هاد الشي. بالعكس، كانوا كيشوفوني مجرد شخص بسيط ما عندوش قدرة على التفكير العميق. واحد النهار كنت جالس في واحد القهوة مع بعض الأصدقاء ديالي. كنت كنتصنت ليهم وهما كيهضروا على المشاكل ديالهم. واحد فيهم كان كيحس بالضغط في الخدمة، وآخر كان عنده مشاكل عائلية، وأنا كنت كنسمع. وكل واحد فيهم كان كيعطي دلائل صغيرة على الوضع ديالو. حبيت نفهم كتر. فكرت كيفاش نقدر نعاونهم. قررت أنني نغير من طريقة تعاملي مع هاد الناس، وبغيت نوريهم أنني قادر نساعدهم. ولكن كنت محتاج ندير هاد الشي بطريقة غير مباشرة باش ما يشكوش فيا. بديت ندير شوية ديال التغيرات في الحوار ديالي مع الناس. ما بقاتش عندي نفس الطريقة البسيطة ديال الردود، ولكن وليت تنطرح أسئلة ديال التحفيز. شنو هو أكتر حاجة كتضغط عليك؟ واش جربتي أنك تفكر بطريقة مختلفة باش تلقى الحل؟ كنت نطرح الأسئلة بهدوء، ولكن فكرتي كانت واضحة. بغيتهم يعيدوا النظر في الحياة ديالو. وأنا كنت كنقرأ على الناس، كنت كنعرف شنو كيحتاجوا من كلمات ديال التحفيز. واحد النهار جاني واحد الشخص وقال لي انا حاس بالضغط بزاف، ما لقيتش كيفاش نواجه المشاكل ديالي. جاوبته: الضغط كيجي من الداخل. اذا كنتي كظن ان الوضع كيدمرك، خاصك تعرف ان الطريقة الوحيدة باش تخرج من هاد الضغط هي انك تسيطر على افكارك. اول خطوة هي انك تعترف بالمشاكل، وباش تحل اي مشكل خاصك تركز على الحلول وما تركزش على المشاكل. بداو الناس كيشوفوني بنظرة مختلفة. ما بقيتش مجرد واحد غبي في نظرهم، ولكن بديت نكون الشخص اللي يعطيهم القوة باش يتغلبوا على الضغوط ديالهم. وكانوا كيسمعوني ويعطوني قيمة أكبر. ولكن اللي كان كيعجبني كتر هو أنه كنت قادر نغير تفكيرهم بطريقة بسيطة وغير مباشرة. كانت لحظات الفرح والراحة كتزيد في قلوبهم. كنت كنحس بالفخر لأنني قدرت نساعد الناس من غير ما نكون باين عليهم أنني عندي رأي مختلف. واحد النهار واحد من الأصدقاء ديالي كان متحطم تماما. كان عنده مشكل في العائلة، وكان كيحس بالحزن الزايد. كان كيحاول يشتغل ويركز، ولكن ضغط الحياة كان كيقتلوه. جلست معاه وقلت ليه: خاصك تعرف حاجة مهمة. أي مشكل في الحياة ما كيوقفش الإنسان، ولكن الإنسان هو اللي كيوقف راسه. ماشي لأنك ضعيف، ولكن لأنك كتخلي اليأس يتحكم فيك. بديت نشرح ليه كيفاش العقلية ديال الإنسان هي اللي تقدر تغير مصيره. انت لما تحس بالضغط خاصك توقف لحظة وتفكر. أول حاجة هي تعترف بأنك عيان، وتاني حاجة هي أنك تقول لراسك: أنا قادر نواجه هاد التحدي. العقل هو اللي كيسمح لك بالتحكم في الحياة ديالك، وإلا كنتي كتستسلم ليه غادي تكون ديما تحت الرحمة ديال الظروف. حسيت أنني قدرت نغير شي حاجة في حياته. بعد مدة بديت نشوفه كيواجه مشاكله بشجاعة، وكيشكرني على النصائح ديالي. واللي كان غريب هو أنني كنت دائما كنعرف شنو غادي يولي، لأنني كنت كنعرف كيفاش العقلية ديال الإنسان كتأثر على التصرفات ديالو. اليوم وأنا كنهضر معاكم غنقول لكم الذكاء ماشي غير في الكلام، بل في القدرة على فهم الناس
وعلى التأثير فيهم بطريقة إيجابية. إلا كنتي قادر تعرف كيفاش توصل للناس بالذكاء، غادي تقدر تحل كل مشكلة. ومن هنا بداو الناس كيتعلموا مني كيفاش يخرجوا من الضغوط النفسية ويواجهوا الحياة بعقلية قوية، وهذا الشيء كان ليه تأثير كبير في حياتهم وحياتي. غادي نكون وصلنا للنهاية ديال الفيديو. شكرا لكم بزاف على المشاهدة ديالكم، شكرا لكم بزاف على الوقت ديالكم. نتمنى تكونوا درتوا جيم وديروا كومونتير وتشتركوا معنا في القناة. تهلاو حتى نتلاقاو في فيديو جديد.